السلام عليكم. اليوم حضر معكم وصفة تمور محشوة ملفوفة في شرائح اللحم. ناخدو 24 حبة تمر مجهول موصول ومنزوع النواة، 16 حبة الكاجو، 8 حبات من جوز برازيلي غني بالسيلينيوم، 24 شريحة لحم بقر. حاولوا شريحة تكون كبيرة حيث اللحم متى يطيب تيتجمع. ندوزو نوجدو الوصفة. ناخدو التمر، نضيفو 2 حبات من الكاجو، ونحاولوا المكسرات نبيتو مليلة كاملة في الماء ونشفوهم، ونلفو شريحة لحم، حبة واحدة من جوز برازيلي، ونلفو شريحة لحم، ونسخنو الفرن قبل وندخلهم يطيبوا مدة ثلث ساعة. ندوزو نوجدو الوصفة الثانية. تمر معمر بجبن الماعز. ناخدو التمر ونعمروه بجبن الماعز تقريبا 100 غرام من جبن الماعز، ونلفو شريحة لحم وندخلهم يطيبوا تقريبا ثلث ساعة. وفي هذا الأثناء ندوزو نوجدو صلصة بلزاميك. نضيفو 30 مليلتر من سيغو دي غابل، 30 مليلتر من خل بلزاميك خالي من الجلوتين، 15 مليلتر من صلصة الصويا خالي من الجلوتين، 7 غرام من الزبدة بلدية. ونخلطو الكل ونخليوه على نار خفيفة مدة دقيقتين، ونزولوه من فوق النار، ونضيفو 4 غرام من دقيق أرورود ونخلطو الكل. ومنين خرجوا التمور اللي عملنا من الفرن نسقيوهم بالكلاصاج بلزاميك. والتمر غني بالفيتامينات والمعادن ومستويات عالية من الألياف القابلة للذوبان. ونقدموهم بالصحة والراحة.